اوه تراك من التراكات اللي فعلا تعمل هيت في السين المصري. فزي ما انا قلت بالظبط التراك ده هتايه وهتايه تقيله كمان لمروان بابلو. نفسوني هاتوا لي راجل ينافس التراك ده. وهلا والله يا الخوت، ورجعنا لكم بفيديو جديد. بص يا اسطى، بدون اي مقدمات احنا داخلين نعمل رياكشن ونتحنيك على تراك اسمه المبدأ لمروان بابلو. سكه وتغري لايكك وسبسكرايبك والحاجات الحلوه دي بتفرحني وبتشجعني، وهبعت لك نوتس ويلا بينا نخش في الفيديو. يعني الموضوع حلو ومحمس كده، انت فاهم. المهم يا زميلي، تعالى نسمع التراك ونشوف التراك ده بيقول ايه، لان انا بصراحه من التراكات اللي متحمس لها في الالبوم. فيلا بينا. زميلي بيسأل عن المبدأ، وقت المادة بيروح فين؟ انت شايف الفلو يا اسطى عامل ازاي؟ لا بجد، انت شايف اصل الفلو ده يتشاف ما بتسمعش. انت شايف عامل ازاي؟ زميلي نسأل عن المبدأ وقت الشدة، انت فاهم يعني. انت شايف الدليفري عامل ازاي اصلا؟ ميني بارز كده، حاجه كده في اللذيذ. شفنا كشلي وقت الزنقة، وقت الجد كنتوا فين؟ تسلا كشلي وقت الزنقة. انت شايف كل يعني ميني بارز اكفف كده، انت فاهم. ميني بارز اكفف على طول. فبصراحه حلو فشخ وعجباني قوي. طلعوا قش، طلعوا خيش، طلعوا عملة دبل فيس، طلعوا زي الأغلبية كانوا مصانوش العيش. شويه ميني بارز كده جايين ورا بعض كده، ايه، بتتكيف فعلا منهم. المفروض بقى انه كده خلص الكورس بتاع التراك. كده احنا هندخل في اول فيرس وهنشوفه بيقول ايه. ما صانوش العيش والملح، ما صانوش كلكعين وما صافوش. اعلى حاجه في التراك ده ان التراك ماشي اصلا ميني بارز، بس انت مش حاسس، انت مستمتع بالفلو اللي بيقدمه لك مروان بابلو في التراك ده. فبصراحه جامد فشخ. اصحوا معانا ما تناموش، شكله هيقع على فشوش. اصحوا معانا ما تناموش، جامده فشخ بصراحه. عاجبني قوي البارات دي، عاجبني قوي النظام اللي ماشي بيه التراك، والله جامد فشخ بصراحه. ما اكدبش عليك، المزيكا والبيت عاملين اداء، عاملين دور في التراك ده بصراحه عالي فشخ. بصراحه التراك من غير البيت ده كان هيروح في حته ثانيه خالص. التراك في مكانه الصحيح، والتراك ده حاسس انه هيكون هيت تقيله كمان لمروان بابلو. كانوا بيدعوا ما نقوموش، بس النور مش هيشوفوه. بصراحه التراك ده حاسس انه هيكون هيت، مش هيقل مثلا عن تراك الغابه، مش هيقل عن تراك بربري، مش هيقل عن تراك ليليا، مش هيقل عن تراك الحلال. التراكات دي فعلا هتات وهتات تقيله فشخ لمروان بابلو. التراكات دي معديه ال10 سقف ال10 مليون مشاهده اصلا. فعشان كده بقول لك مش هتكون هيت عاديه في ال2 او ال3 مليون. التراك ده هيوصل. التراك ده فعلا حلو فشخ. خيانه غدر وانفاق، بشر مكانهم تحت نعل الحذاء. دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك. لو بمعنى صح، ما تعرفش انا معايا ايه، بس انا عايز اعرف انت معاك ايه. مش لازم تعرف انا معايا ايه، انا عايز اعرف، انا عايز اعرف كل حاجه. لكن انت تعرف معايا ايه؟ لا. زميلي قال انا معاك، تعدي وسط النار انا ابقى هناك. دوس على الاندال كله بيك يا باشا. يا باشا صبح على قدر وبس براحتك، بس انت فاهم يعني. الحاجات دي مش يعني يا بيبلو. مروان بيبلو الحاجات دي يعني كمل ونشوف. طلعوا زي الاغلبيه كانوا ما صانوش العيش. اوكي دخلنا في تاني كورس وطلعنا منه على تاني فيرس. بنستفتح الفيرس كده فاكر عادي جدا، عادي يعني، ما كانك لسه صاحي من النوم وسمعت خبر وحش ولا كان في اي حاجه حصلت. ندخل ونكمل ونشوف ايه اللي بيحصل. حاسب فيك امين، يسلموا عليك بايد تانية سابيه الاخفيه. التراك ده عامل ضجه على تيك توك، وخصوصا شويه البارات دول. سلموا عليك بايد في التانية سكاكين. شويه البارات دول، البارين دول والبارين اللي جايين وراهم عاملين قلق على التيك توك. عشان كده انا بقول لك التراك ده هيكون هيت وهيت تقيله لمروان بابلو. فيها الاخفيه مش هكدب على المايك، ودي ناس تديها وتبيعك وده لايف ستايل. التراك ده اقل ما يقال عليه انه جامد فشخ. مروان بابلو عامل لك تراك، انا غالبا ما سمعتش تراك او مش فاكر ان انا سمعت تراك ماشي بميني بارز والمزيكا بتاعته شايلاه. لو كمان الدليفري بتاع الشخص اللي بيأدي مع ايا يكن بقى هو مين مش قوي كفايه. انا تقريبا يعني ما سمعتش حاجه زي كده. لكن بصراحه تراك المبدأ لمروان بابلو ده في حته تانية خالص. اعدائي اتلموا على اعدائي فيهم من بعض. التراك البيت بتاعه حرفيا تقيل فشخ. يعني التراك ده لو كان متغير له البيت او البيت ما كانش بالطريقه دي، التراك اكيد ما كانش هيمشي في الجنب اللي هو ماشي فيه. التراك ده جامد فشخ، والتراك ده هيكون هيت الالبوم كله. ناس مسحوله لاجل اللايك، ناس على التيك توك، ناس على اللايف. في ناس مسحوله لاجل اللايك اللي انت مش عايز تعمله. في ناس على التيك توك وناس على اللايف. كبسوا. فيعني صباح الفل اعمل لايك. بصراحه التراك ده جامد فشخ، واقل ما يقال عليه حرفيا ان التراك ده جامد فشخ لمروان بابلو. التراك حتى لو ما فيهوش البارات اللي تخليك تفكر في قوتها،
بصراحه. فالتراك مقدم لك بساطه في الاستماع ومزيكا حلوه تتسلطن بيها وانت فاهم ومكيفك على الاخر، من فلو، من دليفري، من ليركس بسيطه عادي ممكن تدخل ودنك وتفهمها من اول مره. لبيت جبار بصراحه، البيت ده جامد فشخ. وبصراحه انا عاجبني اكتر حاجه عجباني في التراك ده، ما اكدبش عليك مش مروان بابلو، انا عاجبني قوي البيت بتاع التراك. البيت بتاع التراك مودي التراك في حته ثانيه خالص، وعامل اساسي وعامل مهم فشخ من ان التراك يبقى جامد فشخ. فانا بحبك فشخ بقى. فبس يا زميلي يعني عندي كده احنا خلصنا الفيديو. فيعني ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تعمل الحاجات الحلوه دي. مبدئيا انا عارف ومتاكد ان انا ممكن اكون جزء من ضرر لصناعه الرابرز للتراكات، وخصوصا لما تكون مسربه وانا بجيبها وبعمل عليها رياكشن وكمان بديها لك، فانا كده بضر صناعته هو بالتراكات. الواحد بيسهر بالليالي، اصل انت مش متخيل انا بسهر بالليالي حرفيا، بسجل فيديوهات، بمنتجها، بكتب سكريبتات، انا حرفيا بتفشخ والله العظيم، حرفيا بتفشخ. وخصوصا فقره المونتاج دي لوحديها يعني زي ما تقدر تقول كده من 7 ل 9 ساعات متواصله ممكن اقعد على فيديو ومش هيخلص، يعني مش هيخلص في نفس اللحظه او مش هيخلص في نفس القعده، لا الفيديو، لان الجهاز اصلا ضعيف. الجهاز 3 رام اللي شغال منه رام، انت فاهم، الجهاز الكمبيوتر اللي انا بمنتج عليه 3 رام اللي شغال منه رام. فانت برضو عايزك تديني عذر، اللي هو انا بحاول اجيب مشاهدات، بحاول اخلي الناس تتفرج، ان انا ببذل اكبر مجهود، حرفيا اكبر مجهود وبدون مقابل وبدون اي رد فعل. مش هقول لك مقابل، بدون اي رد فعل. فانا عايزك على قد ما تقدر برضو تلتمس لي العذر. بس زي الكلمه اللي انا كنت حابب اقولهم. وانا عارف ان ممكن في ناس برضو تزعل ان انا بسرب تراكات لناس، بس يعني هو مش انا لوحدي. يعني انت لو حابب تحارب فانت ما تحاربنيش انا لوحدي. فيعني انا عارف، بس انا اصلا مش عايز اعمل كده، بس الفكره انا بحاول اجذب مشاهدات مش اكتر. فانا عايزك على الاقل تلتمس لي العذر. انا حاولت اقول له الموضوع ده بكوميديا بس ما عرفتش. فبس يا اسطى يعني سلام. يا نهار ازرق الفيديو يعني دي كده، لا والله العظيم.